مش كل وجع هتحسي بيه وانت في الشهر التاسع ده معناه ان طلق ولاده، لان انا عارفه ان دي بتكون حاجه بتوترنا كويس جدا، بالذات لو انت حامل اول مره. هتلاقي ان اي حاجه غريبه بتحسي بيها بتقولي خلاص انا كده بولد، والكلام ده مش صح. هو ما بيحصلش خالص زي الافلام والمسلسلات ان هي فجاه بتلاقي نفسها بتولد، بالعكس ده في علامات كتير جدا وانا هشرحها. خلينا نقسم الاعراض مع بعض. ايه هي الاعراض الطبيعيه اللي ما نقلقش منها، وايه هي الاعراض اللي بتقول لنا ان احنا كده خلاص جسمنا بيهيئ نفسه للولاده. اول واهم عرض وده اللي هو بيكون بيتسمى بالطلق، اللي هو بيكون عباره عن الم في اسفل البطن ومسمع مع ظهرك برضه. يعني هتلاقي ان الوجع اللي انت حاسه بيه في بطنك من تحت مسمع معاكي في ظهرك، وهتلاحظي ان هو عمال بيزيد مثلا كل 5 دقائق او بيزيد كل 10 دقائق. يعني معنى كده ان هو الم منتظم ومتواصل. لكن لو هو حسيتي بيه وبعد ساعتين جالك تاني يبقى كده لا، لسه ده مش طلق. الطلق هو اللي بيحصل بشكل منتظم وعمال بيزيد مع الوقت. فانت في الوقت ده لو لقيتيه بيحصل معاكي بالشكل اللي احنا شرحناه لازم تكلمي دكتورك فورا، وهتلاقيه بيقولك انزلي لاقرب طوارئ. ومن ضمن الاعراض اللي بتقلقنا برضو وهي قله الحركه، واحنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو الشهر الثامن. لو لسه ما شفتيهوش اعملي متابعه وروحي اتفرجي عليه. اتفقنا ان انت لما تحسي ان حركه البيبي قليله معاكي وكل فتره كبيره على ما بتحسي بحركته او حسيتي ان الحركه مش محسوسه قوي، كل اللي انت هتعمليه ان انت هتروحي على السرير، هتنامي على جنبك الشمال وهتلمسي جلد بطنك بجلد ايدك. يعني هتمشي ايدك على بطنك بس بشرط ان الجلد يكون لامس الجلد، مش هتعملي كده من فوق الهدوم. وهتاكلي او هتشربي حاجه تكون مسكره. لو لقيتي ان هو عدى ساعتين وما حسيتيش برده بحركه البيبي، وقتها لازم تكلمي الدكتور فورا. واكتر عرض طبعا كلنا عارفينه اللي هو ده بيكون اساس علامات الولاده، اللي هو نزول دم او ميه. ان انت فجاه تلاقي كأن نزل منك كوبايه ميه. وعايزاكي برده لو حسيتي بالم في صدرك من الاتجاه بتاع القلب او الم في معدتك جامد، مش الالم اللي هو معانا طول فتره الحمل، ولقيتي ان انت مثلا في ضيق تنفس او بتنهجي وانت قاعده ما بتعمليش حاجه، في الوقت ده لازم تكلمي دكتورك على طول. وطبعا العرض اللي اتفقنا ان احنا نكون مركزين معاه كويس جدا ونركز ان هو بيقل ولا زي ما هو ولا بيزيد، ومصاحبه زغلله في العين ولا لا، واللي هو الصداع. ركزي كويس جدا جدا مع الصداع. كل الاعراض اللي اتكلمنا عنها دلوقتي لو اي حاجه فيهم ظهرت عليكي عايزاكي تكلمي دكتورك على طول، ما تستنيش. لكن في شويه اعراض عاديه جدا بتبقى ظاهره معانا في الثلث الاخير من الحمل، وخاصه كمان في الشهر التاسع بتزيد معانا، هشرحهم لك دلوقتي. واللي منهم اللي هو احساس التقل. فجاه هتحسي ان انت خلاص جسمك تقل جامد وحرفيا مش قادره تتحركي، مش قادره تمشي، اي مجهود حتى لو بسيط قوي بيتعبك. وبرضه هتلاحظي ان الافرازات زايده معاكي شويه الفتره دي، بس اهم حاجه تكون مش لونها ولا وردي ولا احمر ولا بني محمر. اي لون من الثلاثه دول يقلقنا، لكن لو هي شفافه فدي افرازات طبيعيه بتاعت الفتره الاخيره من الحمل. وطبعا دخول الحمام بيحصل كتير جدا، وده بسبب ان البيبي بيكون خلاص ضاغط على المثانه لان هو بالفعل نزل في الحوض. هتلاقي ان انت بتدخلي على الحمام كتير جدا بالذات في الشهر التاسع، ودايما هتبقي حاسه ان طاقتك كل يوم عماله بتقل عن اليوم اللي قبله. وده بسبب طبعا ان البيبي خلاص بيكون مهيئ نفسه للنزول وبيكون مسبب لك تقل كبير في جسمك، فطبيعي جدا انت تحسي ان طاقه جسمك قل. وكمان هتلاحظي ان تركيزك قل جدا، هتلاقي ان انت بتنسي بطريقه غريبه. كل ده بيحصل طبعا برضو بسبب كتر التفكير في يوم الولاده وكتر الضغوطات وكتر الحاجات اللي انت موتره نفسك بيها، هتلاقي ان تركيزك بقى شبه مش موجود. فكل الاعراض اللي احنا شرحناها دلوقتي دي كلها اعراض طبيعيه جدا، مفيش حاجه منها تخوف. اللي يخوف اللي احنا اتكلمنا عنهم في اول الفيديو. وعايزاكي تروحي تشوفي فيديو تحضير شنطه الولاده اللي احنا محضرينه مع بعض، عشان خلاص ميعاد ان انت تشوفي البيبي خلاص قرب. لو انت لسه ما شفتيش فيديو تحضير شنطه الولاده اعملي متابعه وروحي شوفي. تعالوا بقى نتكلم شويه عن البيبي. البيبي بيبدأ معانا الشهر التاسع وهو طوله تقريبا 47 سم ونص، والشهر بيخلص معانا وهو طوله تقريبا 51 سم. وبيبدأ معانا الشهر التاسع وهو البيبي وزنه حوالي 2 كيلو 600 جرام، وبينتهي معانا الشهر وهو وزنه حوالي 3 كيلو ونص تقريبا. في الوقت ده من الحمل بيكون البيبي خلاص جهز نفسه للولادة، وهتلاقيه ان هو لف نفسه ونزل بالكامل في منطقة الحوض. خلاص راسه بالكامل بقت نازلة في منطقة الحوض، ما عدا بعض حالات من الحوامل، الحالة اللي هي بتكون المشيمة عندها نازلة لتحت او عندها مشكله في الميه اللي حوالين البيبي، ان الميه عندها كتير. البيبي في الوقت ده ما بيعرفش يلف نفسه وينزل للحوض. في الحاله دي الدكتور بيضطر للولاده القيصريه. وفي الوقت ده من الحمل بيحصل حاجه لذيذه جدا، انت ممكن تحسي بخبطه قويه منه شويه. الخبطه دي بتكون في معظم الاوقات بيكون شرب من السائل المحيط بيه، فلما بيشرب من السائل ده بيجيله زغطه، فلما بيجيله الزغطه جسمه بيتنفض، فانت بتحسي بخبطه قويه جدا منه. فاحنا دلوقتي البيبي معانا جوه مكتمل تماما وقاعد جوه مستني لحظه وصوله بالسلامه. نيجي بقى نتكلم عن الجزء الخاص بالفحوصات اللي انت هتعمليها في الوقت ده. في
الوقت ده هتلاقي الدكتور طلب منك تحاليل اللي هي الخاصه بيوم الولاده، وعايزاكي تاخدي بالك كويس جدا ان انت لما تيجي تستلميها من المعمل تستلميها مطبوعه، ما تخليهمش يبعتوها لك على الموبايل، وده لان بتسلميها في الريسبشن يوم الولاده. وهم بيكونوا عباره عن 5 تحاليل. اول تحليل منهم بيكون صوره دم كامله، ثاني تحليل بيكون السكر في الدم، ثالث تحليل منهم بيكون تحليل بول، رابع تحليل بيكون وظائف كلى، خامس تحليل بيكون وظائف كبد. وطبعا احنا في اول الحمل عملنا تحليل فصيله الدم وعملنا تحليل الار اتش. يفضل ان انت تطبعيهم وتاخديهم معاكي برضو تسلميهم في المستشفى. عايزاكي لو عندك اي سؤال تكتبيه لي في الكومنتات، وما تنسوش اللاف الجميل بتاعكم.